فاحذر بذات الدين تربت يداك. إذا كانت المرأة مصلية، إذا كانت معتنية بحجابها، عندها اعلم أن في قلبها من الإيمان ومن الحب لربها عز وجل ما يدفعها أصلا إلى رأب الصدع قبل حدوثه. عندها لا يمكن أن يرتفع ضغط زوجها بسببها، أو أن يحيط به الغضب بسبب تصرفاتها، أو أن تصر على رأيها، أو أن تتلفظ عليه بألفاظ لا تليق. كلا، فإن الدين يمنعها من ذلك. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقامت صلاتها نهتها صلاتها عن الفحشاء بالقول والمنكر بالفعل، فلا يمكن أن تتلفظ عليه بما لا يليق ولا أن تفعل معه ما لا يليق.